السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نعمل فلتر في الاكسل. يعني ايه فلتر؟ يعني من اسمه كده انا هفلتر البيانات. انا مش عايز كل البيانات اللي موجوده قدامي دي تبقى ظاهره عندي في الجدول، انا عايز جزء بس منها. انا عايز مثلا المبيعات اللي اكتر من كذا بس هي اللي تبقى موجوده. انا عايز بس الاقسام اللي هي خاصه بالاي تي او الاتش ار بس هي دي اللي تبقى موجوده. ازاي اعمل فلتر على الجدول؟ الفلاتر من الحاجات المهمه جدا في الاكسل، وفي اكتر من نوع في الفلاتر في الاكسل. النهارده هناخد النوع البسيط، والمره الجايه هناخد نوع تاني في الفلاتر. بس لازم تبقى انت فاهم يعني ايه فلتر الاول وبتتعامل معاه، علشان بعد كده اما ناخد الفلتر بطريقه تانية تبقى انت فاهم اللي احنا بنقول. ازاي اعمل فلتر على الجدول اللي قدامي ده؟ اقف في اي حته في الجدول. الاكسل من البرامج الذكيه جدا وهيفهم انت عايز تعمل ايه. اول ما بتقف في الجدول كده في اي حته في الجدول وقلت له انا عايز اعمل فلتر، هو هيفهم ان انت عايز تعمل فلتر على الجدول ده. المهم ما تبقاش انت واقف بعيد كده وتقول له انا عايز اعمل فلتر، كده مش هيفهم انت عايز تعمل ايه. انا هقف كده في اي حته في الجدول، وبعدين يا اما هروح قائمه هوم وهختار سورت اند فلتر وبعدين ادوس على فلتر، يا اما هروح قائمه داتا واختار فلتر على طول. الاسهل والاحسن ليك اشتغل بيه. هدوس على فلتر، هيظهر عندي اسهم صغيره كده فوق راس الجدول. يعني الراس بتاع الجدول بقى فيه اسهم صغيره كده. الاسهم دي هي الفلتر، ومنها بعمل فلتر على العمود الخاص بيه. ازاي بقى اشتغل بالفلتر؟ انا عملته خلاص. لو احنا مثلا فتحنا السهم بتاع الاقسام او القسم، هنلاقي كل الاقسام موجوده عندي اهي. انا مش عايز كل الاقسام تبقى ظاهره عندي، انا هشيل علامه الصح من سيلكت اول وهقول له انا عايز اظهر بس الاتش ار، وبعدين هقول اوكي. كده هيعمل ايه؟ كده هيعمل فلتر على الجدول وهيظهر بس الاقسام الاتش ار. طب سؤال هنا، هو بقيه الجدول اتمسح خلاص؟ مفيش امل ان احنا نرجعه تاني؟ لا، هو معمول له فلتر مش اكتر. طب ازاي اشيل الفلتر ده او ارجع الجدول زي ما كان؟ افتح السهم اللي انت عملت منه فلتر وهتقول له كلير فلتر، هيرجع الجدول زي ما كان. طبعا علشان تعرف انت عامل فلتر على انهي عمود، لو تاخد بالك بقى في شكل القمع كده على العمود ده معناه ان هنا على العمود ده معمول فلتر، بقيه العواميد لا. طيب انا لو فتحت السهم ده وقلت له كلير فلتر هيشيل لي الفلتر. طيب ده نوع من انواع الفلترات. طب في فلترات تانية. انا مثلا لو عايزه اتعامل مع الارقام، يعني عايز الارقام اللي فوق او اللي اكبر من 500 هي بس اللي تبقى ظاهره معايا، بقيه الارقام اللي اقل من 500 لا. ممكن الكلام ده لو فتحت السهم تاني وبعدين من هنا بقى مش هنختار سيلكت اول والكلام ده، هروح ادوس على نمبر فلتر واروح اشوف الشرط بتاعي ايه. انا عايز اللي اكبر من جريتر ذان. اكبر من كام؟ هو هنا بيقول لك المبيعات، العمود بتاع المبيعات از جريتر ذان اكبر من كام، هو ده اللي هيبقى ظاهر عندك في الفلتر. فانا هقول له اكبر من 500، فكده مش هيظهر لي ال 500، خلي بالك كده هيظهر اللي اكبر من 500 بس. لو قلت اوكي فعلا ظهر المبيعات اللي اكبر من 500. بقيه الجدول اتمسح خلاص؟ لا، بقيه الجدول موجود وكل حاجه لكن معمول له فلتر. لو عايزه اشيل الفلتر بروح على السهم بتاع الفلتر وبعدين اقول له كلير فلتر. طبعا لازم تبقى عارف انك انت ممكن تعمل فلتر على اكتر من عمود مع بعض. يعني انا ممكن الاقسام الاتش ار والاي تي والسيلز وبعدين اقول اوكي كده انا عملت فلتر على ده، وبعدين عايز المبيعات دي بقى تكون، خلينا المره دي نقول اصغر من للزان. المبيعات اللي في الاقسام دي اللي هي اصغر من ممكن نخليها 500 المره دي وبعدين نقول اوكي. يبقى عمل لي 2 فلتر كده. الاقسام اللي اصغر من 500 هي بس اللي هتبقى ظاهره. انا كده عامله 2 فلتر على الجدول مش فلتر واحد. طيب عايزه اشيل الفلتر، برضو تعمل كلير فلتر لو انت عايز تشيل الفلتر من ده، وكلير فلتر لو عايز تشيل الفلتر من العمود ده. طيب في هديه حلوه كده بيديها لك الفلتر اول ما بتضيف الفلتر على الجدول. لو فتحت السهم بتاع الفلتر هيديك فيه امكانيه ان انت ترتب البيانات عندك ترتيب ابجدي، او لو انت عندك بيانات بالارقام ترتبها من الصغير للكبير او من الكبير للصغير. الكلام ده جوه الفلتر. على فكره ممكن تعمل الكلام ده قبل ما تعمل الفلتر ومن غير ما تعمل فلتر اساسا. لو انت رحت على قائمه هوم وفتحت سورت اند فلتر هتلاقي الاوبشن بتاع الترتيب ده موجود هنا. سواء انت واقف هنا فهو هيفهم ان انت هترتب ترتيب ابجدي، او لو انت واقف هنا هو هيفهم ان انت بترتب من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. على فكره زي ما قلنا من شويه الاكسل ذكي جدا، مش محتاج ان انت تحدد
عمود مش محتاج تعمل اي حاجه، اقف بس في العمود اللي انت عايز ترتبه وهو هيرتبه اوتوماتيك. طبعا لو انت ضايف اساسا فلتر فانت مش محتاج تروح بقى سورت اند فلتر، افتح الفلتر من هنا وقول له انا عايز اعمل ترتيب مثلا من الصغير للكبير، فهيرتب لي الارقام من الصغير للكبير. وطبعا لما بيرتب زي ما قلنا من شويه ان الاكسل ذكي جدا، فاما بيرتب بياخد هاني اللي كان مبيعاته 100 من تحت ويطلعه فوق، هو بيرتب على اساس المبيعات. طب انا لو رتبته على اساس الابجدي هيفهم؟ لو وقفت كده على السهم ده وقلت له انا عايزه من الاي تو زد، فعلا هيقول لي احمد وبعدين جنى، هيرتبهم ترتيب ابجدي، وفي نفس الوقت العواميد دي هتبقى معاهم. يعني لو احمد كانت مبيعاته 300 برضو المبيعات بتاعته والقسم بتاعه، يعني مش محتاج ابص واتاكد ان احمد جاي معاه حاجته ولا لا، لا دي حاجه مش محتاج تعملها خالص في الاكسل. الاكسل اذكى من كده بكتير. طيب لو انا عملت فلتر ومش محتاجه وعايز اشيل علامات الفلتر اللي فوق دي، هعمل ايه؟ اقف في الجدول في اي حته في الجدول، وزي ما ضفت الفلتر شيله، يا اما قائمه هوم وسورت اند فلتر دوس على علامه الفلتر فهيتشال، انا هعمل كنترول زد علشان ارجعه تاني، يا اما من قائمه داتا وبعدين هروح على فلتر وادوس عليه برضو هيتشال. الاوبشن بتاع الفلتر بيبقى عامل زي الزرار اون اوف، بدوس عليه مره بيشتغل، بدوس عليه مره تانية بيفصل. كده يبقى عرفنا نعمل فلتر على بيانات معينه في الجدول سواء ارقام او نصوص عاديه، وكمان عرفت ازاي اشيل الفلتر. الفلتر من الحاجات المهمه اتدرب عليها كتير. لو محتاجين اي حاجه في الاكسل يا ريت تبلغوني، منتظره منكم التعليقات. يا ريت الفيديوهات دي تطبقوها اول باول علشان يثبت في دماغك كل جزء احنا بنشرحه في الاكسل، علشان لما نشرح حاجه تانية يبقى بالنسبه لك الموضوع سهل. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، اوعى تنسى. وكمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اكيد تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.